السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني وبتوحشوني. هنستهل النهاردة حلقتنا دي ببركة بسم الله الرحمن الرحيم، والله أهم حلقة في حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. ونشهد جميعا بأن سيدنا نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لنفترض وانت قاعد مع حمامك ايا كان المكان اللي انت بتربيه فيه، وفجأة وانت بتبص بعينيك ظهرت عندك اول حالات مرض بالروشة. ده الكلمة او دي الكلمة المتعارف عليها، فرد حمام اتروش. ناس تقولك ده مهزوز، ناس فاهمة شوية ولبقة في الكلام تقولك ده جاله خلل في دماغه، ناس تقولك راسه بترقص، ناس تقولك، ناس تعدلك. المهم هو جاله سالمونيلا، جاله بهدلة، جاله رقاص، جاله هزة، جاتله، فاهم؟ المهم هو اتروش. الخلل بتاع الدماغ ده روشة بالبلدي كده. فاحنا بنخاطب الناس على قد عقولها وعلى قد فهمنا عشان نعرف نخليها تفهم واحنا نفهم. أول حاجة تقدر تعملها لما تلاقي بداية حالة، أول شيء ما تهمنيش الحالة قد ما يهمني إزاي أتعامل مع الحمام كله، عشان تاني يوم ما تظهرليش حالة تانية وتالتة ورابعة وخمسة. طب أعمل إيه مع الحالة الأولى اللي ظهرت؟ بعزلها في المكان ماشي، بره المكان ماشي، مفيش مشكلة طالما هي في العزل، لأن الروشة دي مش عبارة عن دبانة بتطير من جسم لجسم. لأ، ده مرض بيتملك من فرد الحمام وما بيجيلوش ما بين يوم وليلة. لأ، ده بيجيله بسبب تداعيات وأمراض وبلاوي بتحصل لفرد الحمام، وإهمال جسيم منك، كل يوم الفرد بيهمل، بيسقط، درجاته بتنقص، حياته بتتعرض للخطر. بتبص تلاقي الإهمال والجراثيم عنده والفطريات والأمراض والدنيا اللي انت ما انتش واخد بالك منها هلكت الجهاز المناعي. فالحاجة اللي بتصيب الجهاز هتلاقي نفسها قوية على الجهاز، فبتبهدل الجهاز، فبينتهي الجهاز المناعي، فبيصاب فرد الحمام لما بيحارب من الجهاز المناعي الخاص من خلال الجهاز المناعي الخاص بجسمه. المرض بيعدي وبيمر حاجة اسمها مرور الكرام، بيجي يقول سلام عليكم وبيمشي. تمام؟ حمام اتهز واتعالج، حمام عوج واتظبط، حمام عوج وقعد اسبوعين واتظبط، سنة واتظبط، شهر واتظبط، على حسب. وفي حمام لوحده من غير علاجات. تمام؟ طيب دلوقتي انا حصلت عندي بقى موضوع الحلقة، حصلت عندي ان انا لقيت حالة، اعزلها فورا ورمل لها الارضية. مبدئيا اول حاجة وانت عينك مغمضة ترمل الارضية، حط كيس نايلون ب5 سنتي جناب عشان الرمل ما يقعش منه، وابتدي يحط كوزين رمل كده عشان الفرد يعرف يقف عليهم ويعرف يعمل اسهاله عليهم وفضلاته عليهم ويرجع عليهم ويبربر عليهم، لان الرمل بيمتص كل الحاجات دي. طب تاني حاجه حط له ميه عشان يشرب، لانه بيدب بقه مهما كان مروش، بيدب بقه في المسقه، محتاج يعوض السوائل اللي بتخرج من جسمه. تمام؟ عشان يقدر يقاوم ويقدر يبقى على قيد الحياه. ثالثا اشوف حاجتين، الحاجه الاولى لو هو قادر يلقط ذره احط له ياكل وينعكش وياكل ان شاء الله حبايتين وانا اكمل له الباقي. ولو مش قادر ابتدي اشوف له الحب التقيل، يعني ما اقعدش ازغطه ذره عويجه، لا اجيب له بقى بدايل واجيب له فيتامينات. ايه الفيتامينات؟ اجيب له بقى مثلا بسله، اجيب له قرطم، اجيب له ذره صفراء، اجيب له الحبوب الجامده، اجيب له بلاش الفول، او ممكن الفول المنقوع عشان هو جهازه المناعي هيضعف جسمه وهيحصل له خلل، فمش هيعرف يهضم جامد. فانت تاكله بقى الحاجات اللي هي الحاجات التقيله الجامده، منقوعه كده وتمام التمام، وتزغطها له زي البط وتديله ميه وتمدى له الحصاله عشان يعرف بين الاكل يقاوم المرض. طب دي حاجه. الحاجه التانيه،
يماتي على الله، يماتي على الله هو والحمام يشربوا 5 سنتي من المسحوق ده. ايه هو ده؟ قرنفل، مية قرنفل. عارفين القرنفل؟ حبة المسمار دي، تمام؟ مغلي القرنفل بحطه عندي في ازايز، بحطه عندي في ازايز وبسيبه في الغيه، لا بيبوظ ولا بيتلف ولا ليه مده صلاحيه. ده بالنسبه لي انا لاني حسقلة طيور، فبسوده قوي، بسوده قوي وبدي منه للحمام يشرب عشان تقويه اعصابه. القرنفل بيخلي الاعصاب حديد، يبقى هو بدل ما يبقى هزيل واعصابه بترخي منه ورقبته مش عارف يصلبها وبتهز منه، يبتدي يجمع نفسه بميه القرنفل ليه كمصاب وللحمام اللي لسه ما حصلش اي عدوى ليه. ميه قرنفل خام يا برجو، خام يشربها خام ولا يشربها مع ميه عاديه؟ والله احنا بنحط النقطه قدامها نقطه واللتر قدامه لتر واللتر قدامه 2 لتر. يعني ايه؟ يعني لو انا غالي معلقتين قرنفل في 3 لتر ميه بحطهم للحمام يشربوا منها كده على طول، فحط 4 لتر ميه، حط 4، اسمع مني انا بقى، حط 4 لتر ميه ومعلقه قرنفل حلوه، معلقه كده حلوه نص هرم كده، تغلي مع ال4 لتر، وبعد كده زود اللتر الخامس، اللتر الخامس زوده في قلب الميه وخليها تغلي، وغطي الحله، غطي الحله لغايه ما الحله تتلج تسقع، السخونيه دي كلها راحت، وبعد كده صفيها، صفيها ولا مؤاخذه ارمي الحب اللي هو اللي عامل زي المسمار ده ارميه، تمام؟ عوزت تاكله انت عشان سنانك ماشي مفيش ادنى مشكله، مصه والحسه وارضعه مفيش مشكله، هو حلو عشان البق والسنان، بيقوي اعصاب السنان واللثه والعظم والحاجات دي. اما الميه تعمل فيها ايه؟ تسقيها للحمام على عطش خام، والبرنس يشرب كمان، ما شربش يتحقن في بقه بالحقنه من غير ابره، يتحقن في بقه. طيب في حاجه كمان بلحق الحمام بيها، مغلي الحبه السوداء. انا كل ده ايه؟ بكلمك في اكتشاف اول يوم روشه الحاله مرضيه ظهرت. بغلي حبه سوداء، معلقه حلوه كده هرم على 5 لتر ميه، تمام؟ وبقوم شايلها في ازايز وبحط منها للحمام يشرب. الحبه السوداء يوماتي لمده اسبوع، تمام؟ تشفي من كل داء الا السام، الا الحاجه المسممه، تشفي الحمام من كل داء والانسان من كل داء زي ما ذكر سيدنا النبي. يبقى ميه الحبه السوداء وميه الايه؟ القرنفل، دي لحالها في يوم ودي لحالها في يوم، واشتغل عليهم، تمام؟ دي يوم دي يوم، دي مده اسبوع، دي يوم دي يوم دي يوم دي يوم لغايه ما يخلص عليك ال10 ايام ولا الاسبوع براحتك يعني، تمام؟ في اجراءات بقى بعملها، ان انا بزود الليمون في الميه العاديه. طب ليه يا عم اسامه؟ لانه مضاد حيوي جبار ابن كلب ملوش حل، فبعمل بقى الخلطه الجباره عشان اخلي جهاز المناعه بتاع الحمام يقوى اكتر ويفجر معايا ويستحمل اي وباء ظهر عندي، لانه ظهر لي في حاله. بعمل ايه؟ راس توم حلوه، راس توم جميله كده بالصلاه على النبي، وبعمل حاجه في منتهى الجمال يا برنس مصر، هوب في القلوب، بحطها بزعانفها بعفنها بقشرها بكله في الخلاط، اقطعها 4 5 حتت احطها في الخلاط، راس توم وبصلايه بقشرها بحالها، واحط لتر ميه املى الخلاط وادور، تمام؟ وبعد كده احط معاهم ليمونايه
ايطاليه الحلوه دي، الايطاليا ده كبيره، اقطعها حتت وادور. تمام. ادي حطيت كده على لتر ميه توم وبصل وليمون، اصفي، هيطلع عندي كتله معجون كده مكونه من توم وبصل وليمون. ماشي. اشيل منهم الخام، اشيل منهم خام قيمه ربع لتر، املى الازازه دي، املى ازازه السفن الصغيره دي اللي انتوا بتجيبوها مش عارف بقد ايه، املاها. املاها من ايه؟ من خام الثوم والبصل والليمون. دي احقن منها الفرد في بقه، يعني مش في الجلد، اسقي منها الفرد المروش كل يوم 5 سنتي، كل يوم 5 سنتي، 3 4 5 مرات، مفيش مشكلة. اقسم بالله هيخف منك سحر. توم وليمون وبصل. تمام. ترجها قبل ما تديله، وتسحب بالسرنجة 5 سنتي وتديله. طول ما انت حاسس انه هتسيب المية العادية قدامه، بس انت سهي سيب المية النضيفة قدامه، بس انت سهيه واديله السرنجة 5 سنتي ببقه يشربهم. ولو افتكرته تاني اسحب سرنجة تاني روح اديها له. تمام. وزغطه اكل طري واديله سرنجة، بلاش ذرة عويجة خالص. ادي غلة قمح، وادي ذرة صفرة، وادي سنة قرطم، وادي سنة بسلة. ادي 4. البسلة هتلين مع المعدة اكتر ما هي متنيلة ومتلينة. وصلت؟ بس الفيتامين اللي فيها بيحارب برضو امراض. وصلت يا نجم؟ تمام. المية اللي فيها ليمون وبصل وتوم، بسقي منها الحمام يوميا، يوميا بمعدل ربع لتر على اللتر، ربع لتر خام على لتر مية نضيف يشرب منها الحمام. وافضل استمر بقى كده لمدة شهر كده، ربع لتر على اللتر، ربع لتر على اللتر، والثوم موجود والبصل موجود والليمون موجود. هيحصل ايه؟ هيحصل ان انا بقوي الجهاز المناعي عند الحمام، وباكل الحمام وبظبطه، وابتدي بقى ابطل العاده الوسخه. مش هقول لكم القذره عشان مش هنقي كلام ليكم، لا، ابطل العاده الجربوعه اللي هي ان انا ارمي الاكل على الارض مطرح الدوس بالجزمه، ومطرح الكاكا بتاعتهم والوساخه والتسبيل. مطرح التسبيل ارمي اكل، معناها ان انا غاوي حمار ما بفهمش. يعني الغواي معرفش بنخش اماكن وتلاقيه وما زال عدم احترامه للحمام، وما زال ما تعرفش هيحترم الحمام امتى. ده طير اخرس بياكل، احترمه. الذرة اللي بتترمى على الارض دي تترمى في حالة واحدة بس، مفيش قذارة في الارض، مفيش تسبيل في الارض، مفيش بكتيريا في الارض، مفيش ضيوف داخله بجزم وانت بترملهم عشان تفرجهم الحمام بياكل ايه، فبترملهم مطرح الجزم اللي هم دايسين بيها في الشارع. والدرايه تتعاص من واحد تفه ولا نفه ولا بربور يعني. انتوا فاهمين القصه؟ فيعني الحمام ده يعني مراعاة للحمام اللي كان قاعد على غار حراء، مراعاة ليه، يعني ده حاجة ربنا مجليها يعني ومرقيها. حاطط لنا حمام عشان يعني اختار صنعه، اختار من صنع الله صنعه هو حمامتين عشان يفرجنا وهم قاعدين على البيت ايام النبي في غار حراء. فانتوا يعني بالصلاة على النبي كده نمجد الحاجة ونظبطها ونحترمها. كفايه رمي دور على الارض بقى مطرح ما الحمام بيزبل، كل فرد بيزبل بيغسل جسمه من الامراض في الزبلايه دي، فيها بكتيريا ويرقات ديدانيه وقرف. لو اتحط تحت ميكروسكوب هتشوف فيها بلاوي. الله يسترك. في مكالف، في معالف، في مدود، في اي خرا. ما تحطلوش اكل يتحط ما ترميلوش اكل كده. لو بتربي حتى تربيه جماعيه احترمهم يا اخي. في حاجه اسمها ادراج، ما تكترش. حط في الادراج لما ياكلوا هيشربوا ميه، وحط حبه حبه كمان هياكلوا هيشبعوا. انت عين اهلك دي هتبص تشوف لما بيخلصوا حط تاني، لما بيخلصوا حط تاني. ما هو انت النهارده لو بياع واحد قال لك طبق كشري يا باشا ب20، اديتهوله وكله
وعايز تاني هيطلب ببقه. طب الحمام ما بيطلبش، لكن انت عينك بتبص تشوف ان هو خلص فحط تاني. فانت لازم تكون اشارجي، عينك شايفه الاماكن كلها، عينك شايفه. وانت النهارده بتاكل قص جايب عيال، بتحط له كبشه وبتنزل خلاص؟ انت بتحط له ياكل على قد ما بتكلف وبتظبط، بتحط له ياكل وبتستنى لما يشبع وبتحط له تاني لما تلاقيه خلص. لو ساب بتزود له شويه، لو حتى هو ساب فتافيت بتزود له شويه عشان تطمن ان هو هياكل تاني وهيشبع، لان انت نازل وما انتش راجع في علم الغيب راجع امتى. فيعني بلاش يعني الرمي في الارض المزبله، بلاش، عشان في غواي ارضهم يعني بخبرت، وبرضه مصممين يرموا الاكل على الزبل والاكل متعاص ويقول لك الحمام بيعيا. ما هو بيتشقف وبيسيب من كده. راعوا الحاجه واحترموها، لان هي من نعم ربنا، فربنا مديها لك ها عشان تاكل وتشرب، وهي تاكل وتشرب من نعم ربنا انت وهي. وفي نفس الوقت بيختبرك، هتراعيها ولا هتهملها، ولا هتراعيها هتراعيك وتكسبك، هتهملها هتصرف عليها علاجات وبهدله وهتروح من ايدك. راعي الحاجه حبيبي، لان الحمام ده نعمه من عند ربنا طول ما انت غاويه. لو مش غاويه يبقى الحلقه دي مش ليك خالص. احلى مسا عليكم، اسامه بيرجو بيمسي عليكم وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين. رمضان قرب ويوم ان شاء الله خير علينا كلنا. السلام عليكم.